في لحظات في رمضان بتبقى تاريخيه، لحظات بنقول ان المسلسل ده هيفضل خالد في قلوبنا للابد. بس في لحظات تانية، لحظات بنبص فيها للمسلسلات وتقول ليه مسلسل زي ده يخرج للنور؟ ليه المسلسل ده يبقى موجود اصلا؟ وفي رمضان 2025 دراما كانت ساحه معارك تمثيليه وسيناريوهات مفاجاه واعمال وقعه شنيعه. وفي وسط العاصفه الدراميه في مسلسلات فاجئتنا بقوتها، وفي مسلسلات فاجئتنا بسوء مستواها. والنهارده هننزل للقاع وهنغوص في أعمق نقطة في بحر الدراما، وهنكشف أسوأ 5 مسلسلات خيبت أمال الجمهور في رمضان 2025. في المركز الخامس معانا فهد البطل. بيقولوا عليك بطل. يض انا بطل ابا عن جدا عن ستا. خلص الشغلة. اللي بيطلع من تحت جلدنا انت عيل هيت يا يالا، بيطلع بالدم. يا روح ما بعدك روح. ايه خجر مالكم؟ لا قرب انا الكبار في قلب. المفروض ان احنا نشوف بطل متكامل بقصة تشد الاعصاب واكشن ينقلنا لعالم تاني، لكن اللي حصل نسخة مكررة من احمد العوضي بيعملها كل سنة بدون اي محاولة لتطوير الشخصية، بيعتمد باستمرار على شخصية البطل الشعبي بنفس الشكل. كان نفسي اشوف احمد العوضي في ادوار جديدة، بس هو حاصر نفسه في نفس المنطقة في نفس المكان في كل رمضان. هو لقى باين الموضوع ده بيجيب ريتش وحلو الدنيا معاه فكمل فيه. كان نفسي اشوف احمد العوضي في دور جديد غير دور كل سنه. في المركز الرابع مسلسل سيد الناس، عمرو سعد من الممثلين التقال قوي، لكن في المسلسل ده حسيته انه بيمثل بالعافيه. النار هتحرق لحم الكل ومش هتسيب حتى رماد. كل اللي اعرفه ان هعمل حاجه جديده نوفي. مشاهد كلها زعيق، وطبعا كل كلمتين باغنيه، وطبعا لازم تبريق ولازم شخيط ولازم شتايم كتير اشتم زعق. انا لا عاش ولا كان اللي يتكلم معايا كده. امك على اللي جابتها عاش وكان واسمه الجرح ابو العباس وقاعد قدامك حاطط عينه في عين امك. هتكتر واعدم الراجل لمرة. محمد سامي هو متخصص في هذا النوع من المسلسلات، كلمتين يا ابني واعمل الموسيقى واقعد اعمل بطل شعبي عايز ينتقم ويجيب حاجه غلابه وكل الناس بتحبه وكل البنات المنطقه واجمد واحده بتحبه. محمد سامي بيكرر نفس الخلطه، لاننا بنشوف جعفر والعمده بس باسماء مختلفه. ولو حد لاحظ في مسلسلات محمد سامي الشيخ لازم يكون بيشرب مخدرات ويكون بيزني ويكون بيرتكب معاصي ويكون بحلنكي وبيكون بيعمل، يعني الشيخ لازم يبقاش شيخ بس، لا بيسكر وبيعمل كل حاجه. هو شيخ فاسد، لازم ما يبقاش فيه شيخ عادي، مفيش شيخ حلو بيحب ربنا وبيعمل كل الخير، لا هو الشيوخ وحشين عند محمد سامي. فعشان كده مسلسل سيد الناس زفر عالميه، نفس الشيء نفس كل حاجه. هو غير بس محمد رمضان حد عمرو سعد وشويه حبشتكنات وهو بيعمل مسلسل يا ابني وكل شويه نزل الموسيقى وزي الفل على كده. محمد الزابي 0/10. وده يودينا المركز الثالث ايش عزة العزات العجمية. ايش مصر. ابعد عني وفكك مني تنجا، هتقضيها فرق هغرق حقي هاخده وهبكيكي على اقرب الناس ليكي. مش ناقص الا انت يا تربية العلم. انت يا مرة اللي مش عارفاه قبل بقى من نسل العوالم حياة مليئة بالهاس. سيناريو ضعيف، قصص معروفه. ولو لاحظتوا الاختلاف بين ايش وسيد الناس، في سيد الناس الشيخ كان فاسد ووحش وبيعمل كل الحاجات الوحشه اللي في الدنيا. هنا بقى ايه، رقاصه شريفه دخلت الرقص بغلطه مش عارف ليه مكمله فيها، بتحب ستها جدا وبتحلف بحر رحمتها في اي حاجه. السيناريو ملوش اي لازمه، يعني كل حاجه في المسلسل هو عباره عن قصف جبهه. ايش هتقول كلمتين، اللي قدامها هتقول كلمتين، فايش ترد عليها بكلمتين، هوبا 1-0. تعرفي يا لبنى اني اول مره شفتك فكرتك راجل، وانتي بقى شايفه نفسك مره؟ هسيب حق الرد للجمهور. روح. زوديش معايا عشان انا سواد، وحد كان قالك عليا اني بنقط بياض. لو رحمة ستي لبست امي لا تشوفي وشي ده كل يوم في حكايه شكل، واخليكي اليوم اللي حلك فيه تفرحي فرحة عيل ابن 6 سنين أول يوم رمضان وهو ماسك الفانوس وبيغني وحوي يا وحوي يا وحوي. ياه هو كده وطريقه الكلام. انا ليه اصلا اتفرج على مي عمر عوجه بقها 30 حلقه؟ يعني انا مش شايف ان هو مسلسل اصلا يعني حلو كفايه. مفيش كيمياء ما بين ماجد المصري ومي عمر، ما حسيتهاش خالص. فانا شايف مسلسل ضعيف جدا وما يستاهلش 30 حلقه خالص. لا مش ايش
يعني ممكن والتاني كان سيد الناس 0/10، ايش سالب 2/10. والمركز الثاني في أسوأ مسلسلات في رمضان في سنة 2025 واللي بيتصدر معانا قائمة أسوأ الأعمال الكوميدية في رمضان مسلسل شهادة معاملة أطفال لمحمد هنيدي. أنا حاولت أتفرج على المسلسل بس أنا حسيت إن محمد هنيدي عايزنا نضحك بالعافية. يعني هو بيعمل شويه افيهات من التسعينات واحنا المفروض نضحك، ما حاولش يطور من الكوميديا بتاعه، خلت المسلسل ملوش طعم ونسخه مكرره من الاعمال الضعيفه اللي عملها اخر كام سنه الفنان محمد هنيدي. انا بعشق محمد هنيدي وكنت مستني المسلسل بتاعه ده عشان اشوف كوميديا حلوه، اشوف حاجه شبه رمضان كده، مبروك ابو عامل حموده اللي هو من بعدها باين تقريبا ما عملش حاجه حلوه من وجهه نظري، بس ما لقيتش ده خالص. فضعيف جدا المسلسل وما يستاهلش 30 حلقه وان انا اقعد اتفرج عليه. برضه صعب جدا ان انا اتفرج على مسلسل زيه 30 حلقه مش لاقي الضحك. انا بحاول اتفرج عشان اضحك مش لاقي الضحك، فانا ممكن اديله تقييم سالب 3/10. نروح بقى للمركز الاول العتاوله 2. داخلين حرب يا خنزر. خلينا نرجع لشغلنا، هيبتنا قلت قوي قدام الناس. كنتش تقصدي ترجعيني للحرم تاني؟ انا كنت متجوزاك ايه؟ طيار؟ ما انا متجوزاك حرام، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ هي الحكايه هتكبر وتوسع مننا ولا ايه؟ شكلها هتبقى سود على الكل. الجزء الاول من العتاوله كان فيه قصه، كان فيه حوار، كان فيه صراعات، كان فيه افيهات حلوه في مكانها وشخصيات مرسومه صح وصراعات مجنونه. انما طمروا كل ده في الجزء الثاني، تحول لاسفاف ومشاهد غريبه ومش مترابطه ورقص مبالغ فيه. يعني هو شكله شاف بقى ان العتاوله واحد لما رقصوا جاب ريتش فقال لك نكمل رقص بقى، زود رقص يا ابني. فهم عمالين رقصات بتاع، مش متخيلين نعرف رمضان. هم عاملين مسلسل كده وخلاص ما فيهوش قصه ما فيهوش اي حاجه. احمد السقا تايه. ايوه عارف انا السارق كام ثانيه قبل ما العربيه تنفجر انا حسيت بايه؟ لا لا مؤاخذة مش عارف، اصلي ما انفجرتش قبل كده. انا مت قبل كده 5 مرات. عايزين تعملوا الجزء التاني من غيري؟ ليه على عتاولة ايه؟ خسران. يلا بينا. وكان ممكن شخصيه عيسى الوزان كانت تبقى من اعظم الشخصيات الدراميه، بس السيناريو خلاه شخصيه غير مفهومه وتحس ان قراراته كلها عشوائيه. طبعا مع وجود احمد السقا وطارق لطفي وممثلين كتير كنا متوقعين حاجه تبقى احسن من كده واقوى من العتاوله واحد، بس المسلسل خاف كل توقعاتنا. هو عباره عن شويه سكتشات مجمعينها مع بعض على اساس ان احنا هنضحك وبتضحك وبنجيب ريتش وكده، ومصطفى ابو سريع بيضحك وهو اصلا ما بيضحكش. فالمسلسل حاسس ان هو باظ منهم. في مسلسلات تانية كتير ضعيفه زي الحلنجي وعقبال عندكم والمداح اللي ما اقنعنيش ان ده يبقى اخر جزء للمداح ويبقى احسن ختام لسلسله المداح، بس بيكرر نفسه بنفس المشاهد بنفس الجرافيك بنفس القصص، وكنت مستني الجزء الخامس يبقى ختام قوي للسلسله. وفي مسلسلات تانية كتير وحشه واصلا الحلوين قليلين قوي. وفي النهايه يا عزيزي المشاهد المناطق الشعبيه بتاعنا عمرها ما كانت بتتكلم كده، كلها خناقات وحوارات ومخدرات، والصعيد دي مش لهجتهم حتى، ولا كله بيبيع اثار زي ما بيظهر في اي مسلسل في الصعيد. مش لازم كل عمل درامي شعبي البطل يقعد يزعق ويبرق بعينه، لا والله بيتكلموا عادي زينا كده، يعني ما فيش اي حاجه، يعني هم والله بيتكلموا عادي كده كل سنه بنفس القصه بنفس الاخراج بنفس السيناريو وبنفس جو الانتقام. يعني خلاص يعني ما عندوش افكار جديده، ما تفضلوش تعيدوا نفس القصه بنفس الممثلين لان كله بقى نسخه فاشله من بعض. قلت على المسلسلات دي من رايي عشان دي المسلسلات لنجوم كبيره كنا متوقعين منهم يعملوا اداء اقوى من كده ويقدموا اعمال تليق بيهم، مش يبقوا مجرد نسخ مكرره ويا ريتها نسخ قويه. والنجوم الصغيره اللي صاعده هي اللي عملت مسلسلات ناجحه جدا وحلوه جدا. اهم حاجه ده كان رايي، المهم رايك انت. قول لنا ايه اكتر مسلسل شايفه ما نجحش في الموسم ده في رمضان. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتفعل الجرس عشان تعرف الفيديو الجاي ايه هم احسن 5 مسلسلات رمضان. والسلام.